السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتكم قناة أطباق شرقية. نقوم اليوم بعرض لهذه الماكينة والتحدث عن بعض مواصفاتها وفائدتها لربة المنزل. هذه الماكينة كما تلاحظون تسمى بالهاند ميكسر أو الخلاط اليدوي، وبالعامية خفاقة. تمتاز هذه الماكينة بأنها سهلة الاستعمال، وبأن حجمها صغير، وبأن سعرها مناسب جدا ورخيص. نقوم بإخراج هذه الماكينة والتعرف على أجزائها بالتفصيل. وإذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة فأرجو أن تدعموا القناة بالاشتراك وعمل لايك، وإذا كان لديكم أي سؤال أو اقتراح فأرجو أن تتركوا أسئلتكم واقتراحاتكم في التعليقات، وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله. كما تلاحظون هذه الماكينة، كما تلاحظون لدينا نوعين من الميكسرز مع هذه الماكينة. هذا النوع هو الأكثر شيوعا، ومن الجدير بالذكر أن هذه الماكينة تأتي ب5 درجات من السرعة. كما تلاحظون هنا 5 درجات، وقوتها 300 واط، وبهذا تكون ماكينة سريعة وجيدة جدا مقارنة بالمكائن الأخرى الأغلى سعرا، وهي اقتصادية جدا حيث أن سعرها فقط 14 باوند. يمكننا أعزائي استخدام هذه الماكينة بدلا من ماكينة الثرم في عمل البسبوسة، وهذه الماكينة هي يعني ذات سعرها رخيص ومتوفرة في جميع الأسواق. يمكننا استخدامها ليس فقط في عمل البسبوسة، ولكن في عمل الكيك أو في عمل تزيينة الكيك، وفي عمل الكثير من الحلويات. وهي كما ترون سهلة الحمل وخفيفة ومريحة جدا. أنصحكم باستخدامها. بعد الانتهاء من استخدام هذه الماكينة، وعندما نرغب في تنظيفها، نقوم بكل بساطة بالضغط على هذا الزر، وهكذا نقوم بإخراج الميكسرز. وعندما نرغب في استخدام هذا النوع الآخر نقوم بنفس الطريقة بوضعها هنا. كما تلاحظين عزيزتي ربة المنزل، هذه الماكينة سهلة الاستخدام، وهي ماكينة اقتصادية وجيدة جدا. أنصحك باستخدامها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك، وادعمونا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.